يلا هنبدأ حلقتنا في برنامجكم ليه مع إسلام محمد على راديو في السكة. مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. هيكون معاكم إسلام في حلقة جديدة من برنامج ليه. زي ما عودناكم الحلقة النهاردة هتبقى تتكلم عن الجزء الثاني عن موضوع التربية. النهاردة هنتكلم بشكل أكبر عن موضوع التربية، وجالنا أكتر من سؤال إزاي إن إحنا عن الجواب عن أسئلة كتير عن موضوع الجوانب كتير في التربية. بس خلينا أفكركم كده سريعا عن الجزء الأول من الحلقة. احنا اتكلمنا عن الأخطاء العامة زي العلاقة ما بين الراجل والست. اتكلمنا كمان عن جوانب فرعية الناس بتشوفها من زي عنصر رؤية السمع، عنصر البيبي ازاي بيشوف الأصوات، الألوان، الطفل اللي بيسمعها وبيشوفها. واتكلمنا كمان عن 7 خطايا اللي بيقع فيها الأم أو الأب في التربية. وده هيكون بداية الحلقة النهاردة مع أستاذ كريم مجدي، الباحث في علاقات الزوجية والتربوية. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ ازيك يا اسلام، اخبارك ايه؟ لا منورنا النهارده في الاستوديو. ربنا يخليك. زي كده ما عملت انترودكشن، مقدمه كده سريعه للحلقه عندنا، ان احنا هنتكلم النهارده الجزء الثاني، والنهارده هنتكلم في ال7 خطايا. ايه بقى هم ال7 خطايا في التربيه؟ اوكي، خلينا نبدا برضو بيهم النهارده تاني. معلش هنعيد للناس اللي حضرونا المره اللي فاتت، لكن في ناس اعتقد ان انت قلت لي في ناس تانية حابه تسمعهم تاني من اول وجديد. هم 7 خطايا اللي بنتكلم عليهم. اول حاجه طبعا عندنا العنف، تاني حاجة الشتيمة أو السباب، تالت حاجة إن إحنا يعني نوصف الولد بصفة معينة بنفضل دايما مصرين عليها. أكيد هنتكلم بالتفصيل عن الكلام ده كله، لكن خلينا الأول أسردهم لك سريعا يعني. رابع حاجة استخدام كلمات بتدل على العقوبة زي البانش والكلام ده كله. خامس حاجة إن إحنا نكون قدوة سيئة للولاد. سادس حاجة إحنا بنعامله معاملة إن هو أكبر من سنه. سابع خطيئة ممكن بنقع فيها مع الأطفال إن هي بنحمله مسؤوليات أكبر من سنه. لو تسمح لي أبدأ أتكلم عن أول حاجة اللي هي أكيد العنف. طبعا إحنا عارفين كان في كائن في البيت عندنا عايش معانا دايما اسمه الشبشب الطيار. ده طبعا اللي هو الزربيو ده بيلف في السقف كده وبينزل بيجيبنا. ايوه كلنا عدينا دي واحده من عجائب البيت يعني المصري. يمكن مش ده العنف اللي انا هتكلم عليه. انا هتكلم على العنف ده عنف لذيذ وكيوت ولذيذ، مفيش منه مشكله. لكن احنا هنتكلم على العنف فعلا القوي، الضرب العنيف مع البيبي، التعامل على طول بالدراع، التعامل بالايد. ممكن نشوف ام او اب لما هم هتلاقيه بيشدوه من شعره وانت حمار انت ايه بتعمله ده. القرص بالدراع، الضرب الجامد ده يعني. غير ان هو طبعا اول مشكله فينا ممكن تعمل مشكله كبيره للولد، ممكن تعوره، ممكن تعمل له ازمه، ممكن يموت في ايدك يعني. من كتر النرفزه والعصبيه ممكن الولد يحصل له مشكله كبيره يعني. فطبعا غير الموضوع ده، ولو حصل حاجه انت هتفضل تعمل ضميرك طول عمرك. اولا انت الولد زي ما اتفقنا ان هو التربيه بالمحاكاه، زي ما انت بتعمل هو بيعمل. الولد لو لقاك عنيف هو هيتعامل مع الناس بعنف. انت دلوقتي بتعبر له عن غضبك بطريقه الضرب، فبالتالي هو كمان هيطلع بره هيتعبر عن اكيد هيطلع المجتمع شخصيه عنيفه. هو دلوقتي هو اتعود لما بيغلط انت بتعمل ايه؟ بتضربه. فلو شاف ان حد مثلا صاحبه او اي حد بره غلط فيه، هو هيعمل كمان ايه؟ هيضربه. هو هيبدا اصلا يضربك انت يعني. هيبدا في نرفزه هيضربك انت، فتبدا تنرفز عليه فتضربه، فانتوا بقيتوا بقى خلاص بقيتوا حرب شوارع، ما بقيتش بربي ولد. فطبعا ده كمان المبدا المباشر. او في اطفال تاني بياخدوها بيبقوا مرعوبين حبايبي، وعلى طول خايفين، على طول عندهم كبت، على طول عندهم انطوائيه، على طول عندهم كل ده طبعا بسبب العنف. عمر ابدا ما العنف هيخرج ولد سوي. عمر ما اصل ابني ده ولد اضربه عشان ينشف. الكلام ده كله طبعا خطأ جدا، غلط جدا. العنف ما عندوش غير سكتين، لا اما هيطلع ولد عنيف، لما هيطلع ولد عنده خايف وجبان وبيخاف يتعامل في اي حاجه. فدي اول مشكله العنف. البديل عنه ان احنا نحب الولد، نحسسه بالامان ونحسسه بالثقه، ده في السن الصغير. طبعا احنا بنتكلم كده عن البدايل بشكل كبير جدا جدا. لكن اول حاجه عندي العنف ده استبعده تماما، وهنلخص 7 خطايا في ممكن اسلوب واحد للعقاب. ده اول حاجه طبعا بنطلع فيها غيرنا ونفش غيرنا في الاطفال بتوعنا اللي هو العنف. تاني مشكله عندنا وتاني خطيئه بنقع فيها الشتيمه والسباب. طبعا الشتيمه اول حاجه بيعمل البيبي حاجه على طول، انت حمار، انت غبي. في الفاظ طبعا اهالي كمان بيبداوا ان هم يقولوا الفاظ اكتر من كده بكتير. برضو نفس فكره العنف. انت طالما عودته ان دي طريقه للتعبير عن غضبه، هو كمان هيعبر غضبه، هيطلع صليت اللسان. مظبوط. هيبدا يشتمك،
هيبدا ان هو كمان يتعود اصلا على الشتيمه. انت بتخلق ولد من غير كمان كرامه ومن غير ما يحافظ على كرامته، بيتعود ان ممكن حد يشتمه بره، متاخد ان هو يتشتم عشان يمشي، او محتاج ان هو بقى على طول محتاج ان هو يسمع كلام سخيف من حد عشان يبتدي ان هو يشتغل مثلا قدام في الشغل او في المدرسه في الكلام ده. عشان كده احنا بنقول ان احنا شعب ما بنمشيش غير بالكرباج، لان احنا ربنا بالكرباج. احنا بنقول احنا بنخرج، هو البيت هو النافذه الاولى اللي بتخرج المواطن للمجتمع. فبالتالي لو هو اتربى في البيت انا فعلا الجمله دي بتنرفزني جدا، لو احنا شعب اتربينا على العصا والخرزانه. طيب ما هو عشان كده بيفضلوا اسطوره ان احنا عملنا قناه السويس بالعصايه، عملنا بنينا اهرامات بالعصايه، ان احنا شعب ما بيجيش غير بده. دايما فعلا بحس الموضوع ده علشان احنا اي اب واي ام بيربوا ولادهم بالضرب والشتيمه. انا عايز اسال سؤال بس، اي اب او اي ام بيضربوا ولادهم، لو انت كان راجل كبير قدامك وغلط معاك بتقول تضربه وتشتمه؟ اكيد لا طبعا. ولا بتخاف ما بتردش وممكن تتجنب وممكن تكلمه بكل ذوق بعد اذنك ما تعملش كذا، او بكتير قوي هتزعق؟ يعني طب ليه بنتشطر على الولاد؟ عشان هم اصغر مننا وهم اضعف مننا؟ طب ليه احنا نطلع فينا غلهم؟ العيب عمره ما كان في ولادنا، العيب كان دايما فينا. ففكره ان الولد بيطلع بيتعود على الشتيمه والضرب، وجدته بعد كده بيسموها جدته بتنحس. يعني بيقولوا ده اسمها جدتك نحست. ما طبيعي، ما هو عشان خاطر انت عودته على الضرب وعلى الشتيمه، فده ريزلت طبيعي جدا او نتيجه طبيعيه جدا هتخرج ولد كمان يتعود على الضرب والشتيمه. فبالتالي دول عيبين مهمين جدا، دول اكتر عيبين ودول اكتر عيبين كومن تقريبا، او يعني دايما الناس بتقع فيهم، هم المشكلتين بتوع العنف والشتيمه. ثالث مشكله مش الناس دايما كلها بتاخد بالها منها، هي ان احنا دايما نعود الولد على صفه معينه. يعني كل حد يقول لا انت غبي، انت مش تعمل، انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي، هيطلع الولد غبي. وهيطلع الولد متعود ان يتقال له يا غبي، وهيطلع الولد حابب ان هو يتقال له غبي. بقى دي الصفه اللي هو صفه الغباء بيمتاز بيها. هو ده ممكن يكون هو اكتسبها من الكلام ده حقيقي. ما هو ده اللي بيحصل، هو بيكتسبها من كتر ما تقول له انت غبي، بقت دي الصفه المميزه ليه. انا غبي، هو فرحان. يعني ممكن بعد كده اعرف اصحابه لنفسه يقول لهم انا ابراهيم الغبي. يعني والله بجد للاسف، يعني للاسف فعلا لما انت بتعوده على صفه معينه. يعني مثلا دلوقتي بقت التربيه المودرن شويه، لما يحب يدلع ابنه يقول له يا نوتي، كل حاجه يقول له يا نوتي، انت ولد نوتي، انت ولد نوتي. ما هو الولد بكره هيفهم يعني ايه كلمه نوتي دي، فاهم ان هي شقي او حاجه مش حلوه. فانت بتعوده ان هو حاجه مش حلوه. ما تعودوش على الكلمه الغلط، ما تعودوش ان انت دايما تقول له الصفه الغلط. الولد لازم دايما تقول له على الكلام يكون كويس. على يعني هقول لك حاجه، خليني دايما بدل ما اقول له نوتي اقول له انت كويس، انت جميل، انت حلو، انت امور، انت بتعمل، انت كل حاجه. ولما يعمل حاجه غلط اقول له انت كده يا حبيبي مش هتبقى كويس، ما تزعليش منك، انت كده انا شكلك كده مش هتبقى كويس. لما تشيل منه الصفه الحلوه يقول لك لا انا عايز ابقى كويس. يعني هو هيوصل معاك لمرحله يقول لك لا انا عايز ابقى كويس، ما تقوليش مش كويس. بالنسبه له قمه الشتيمه وقمه الاهانه لما تقول له انت مش كويس. يعني شوف الرقي، لو احنا قدرنا نوصل ده هنوصل فعلا ان احنا نبقى مجتمع راقي مره ثانيه. اللي انت تعود ابنك ان اكبر شتيمه ممكن تقولها له انت مش كويس، انت مش كويس، هو انت كده مش حلو. فده مبدأ مهم جدا يعني في التربيه، ان احنا نبطل شويه. وعلى فكره يعني اي دين في الدنيا ما بيقولكش ان احنا نشتم، ما بيقولكش ان احنا نقول صفه معينه للاطفال، وما بيقولكش ان احنا نضربهم. مفيش اي حاجه من الحاجات دي بتتقال خالص. بالعكس الولد ده حاجه جميله جدا، دي هبه من عند ربنا، نعمه من عند ربنا، لازم نحافظ عليها ولازم نرعاها حلو قوي. ولازم دايما احنا نوصفها باحلى الكلام. انت بيقول لك نعمه ربنا ما ترميهاش في الارض او ما تقولهاش كلمه وحشه. فانت تروح تقول لاولادك كده، انت لو عندك لقمه عيش لك ما ترميهاش على الارض، ما تقولش ده العيش وحش، او ما تقولش عيش عشان دي نعمه ربنا. طب هو ابنك ده مش نعمه من عند ربنا هو كمان؟ واكبر نعمه من عند ربنا هو الاطفال بالظبط. فاول ان انت تحافظ عليها عشان ربنا ما يحفظها من الزوال او ان هي يحصل لها حاجه. طب خليني كده اسالك سؤال دايما كان انا دايما بيجي في تفكيري انا شخصيا، دايما او احنا دايما اتربينا ان ده حلال وفلوس ستوب نقطه، وده حرام وخلاص تمام، من غير ما نفهم ولادنا للتوعيه. فانا بشوف ان ده خطأ كبير جدا ان انت تقول ما تعملش كده ان ده حرام، ما تعملش كده ان ده غلط، تسكت. لو اتسأل سؤال مثلا محرج للأب أو الأم اللي هو بتتوه أو أنت بتجاوب إجابات
عايمه بحيث ان الطفل ما يدركش او ما يفهمش. زي مثلا قصه اكيد انت عرفتها يا عبد الرحمن، اللي هو عنده معزه يلمها الرحمن معزه. انت تعليقك ايه عن مثلا على الموقف ده، او بما ان احنا اتكلمنا في موضوع الحرام والحلال اكيد هرد عليك الاول. طيب في موضوع الحلال والحرام، لان احنا عندنا مشكله، احنا دايما بنقول ان احنا شعب حافظ مش فاهم، او احنا مجتمع حافظ مش فاهم. فهو حافظ مش فاهم عشان احنا اتربينا على اولادنا بس يا بابا عيب يا حبيبي. طب عيب ليه؟ هو كده عيب، هو كده حرام، هو كده مفيش حاجه اسمها هو كده. اولا انت اول حاجه بيمر بيها الطفل طالما السؤال نور في دماغه او بدا ان هو يتساءل عليه هيعرفه. هو فضوله اكبر بكتير منك واكبر بكتير من اي حد تاني، فبالتالي هو هيفضل ورا المعلومه لحد ما يجيبها ولحد ما يتعرف عليها. فالافضل ان انت تتحكم في الموضوع ده وانت تقولها له احسن بشياكه وادب كده، احسن ما يروح يعرفها من حد غيرك ويعرفها بشكل خاطئ. ما تقولش ان ابني عنده 9 10 سنين او 8 سنين ما يعرفش. يعني لو اتكلمنا على سبيل المثال موضوع الجنس، فالجنس الولاد ممكن تلاقي مجرد جاله اكسس على النت اونلاين وهو بيدعبس كده بيوصل لموقع اباحي بالادز بالحاجات اللي بتطلع ويروح يحكي لاصحابه. يجي الولد يحكي لك بابي انا جيت ازاي، فانت تقول له الاسطوره الذهبيه اللي كنا احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين، كنا احنا جيل عبيط شويه لكن جيل دلوقتي متفتح. فيقول له حاطين السكر تحت السجاده والجو الجو الحمد لله اللي احنا بنعمله مع اولادنا ده احنا بنشتغلهم، احنا بنشتغل نفسنا. هو دلوقتي الولد فاهم، مفيش مشكله ان انا اشرح له الموضوع. مش بقول ان انا يعني اشرحه له بالتفصيل الممل، لكن اديله كسور عن الموضوع من بره، احكي له العمليه بشكل علمي مبسط، بدل ما هو يخرج كده. ده احنا كلنا كنا منتظرين الحصه الاسطوريه بتاعه ثالثه اعدادي. اعتقد لو في اي حد بيسمعنا فاكرها، يعني ممكن فاكرينها بقالهم 20 سنه، فاكرين الحصه بتاعه حصه الساينس بتاعه ثالثه اعدادي اللي كنا بنتكلم فيها على الاحياء على الطرف الثاني والجنس الثاني. فطبعا احنا لما نعلم ولادنا الكلام ده مش هيكون عندهم مشكله في الموضوع ده، مش هيكون عندهم، مش بقول ان احنا هنخفي من عندهم الحياء، لكن هيكون عنده العلم والثقافه الكويسه اللي يقدر يتعامل بيها مع المجتمع ويقدر يتعامل بيها حتى مع جوازه. والبنت حتى لما تيجي تتجوز مفيش حاجه اسمها عيب، مفيش حاجه اسمها حرام، في حاجه اسمها افهمه ليه حرام، ولازم افهمه هو ده ليه عيب. مهما كان الموضوع شائك لازم انا اتحمل على كتافي عبء ان انا اقول له احسن ما يتعلمه من بره واحسن ما يتعرفه من بره. فلازم اوضح له المعلومه باي واي مبسط سهل اقدر ان انا اقول عليه. فدي قصه الحلال والحرام لازم نوصلها. حته بقى المعزه وعبد الرحمن بالظبط يعني ده مش هقدر اقول ان هو اكتر من هو. انا بصراحه كنت ناوي حتى الفيديوز اللي انا بعملها ما حبيتش ابدا ان انا اتكلم على موضوع المعزه وعبد الرحمن، لان هو للاسف موضوع بيدل على، يعني متاسف على الكلمه اللي انا بقولها دي، لكن بيدل على تفاهه شعب او تفاهه ثقافه اجتماعيه كل ما فيها بمعنى من تخلف ورجعيه ومجتمع ذكوري. بمعنى ان النهارده المدام الفاضله طبعا والده البنوته، جميل ان انا الاقي مشكله فاحاول ان انا احلها. انا معاها ان مش إن من الغلط ان الولد يكون بيحضن البنت وبيبوسها وهم في كي جي 1. صحيح هم صغيرين، من الغلط طبعا هو يعمل كده، لكن الغلط ان انا اسيبه من غير ما اعرفه انا امتى وازاي ممكن ابوس وازاي امتى ممكن اعمل كده، وهفهمه. هيفضل يغلط مره واثنين وثلاثه، ممكن يحضنها ويبوسها تاني والتالت ورابع، وانا هفضل هفهمه وهفضل وراه واحده واحده وبالهداوه لحد ما يعرف ان ده غلط وهيبطل يعمله. لان ده بيبي صغير، هو مش الغريزه اللي بتحركه يا جماعه. الغريزه والحاجات دي ده في دماغنا احنا الكبار، هم اطفال ما بيفهموش اي حاجه من الكلام ده. ان هم لسه اطفال لسه ما فيش اي تفكير عندهم الكون ابدا. هو كل ده بيبي جميل جدا، يعني البوس والحضن بالنسبه له اكيد مامته وباباه بيعملوا معاه كده في البيت او مامته بتعمل معاه كده في البيت، فبالنسبه له ده تعبير عن حبه للبنوته وحنيته ليها، ان هو عايز يعبر لها ان هو بيحبها، فبيعبر لها ان هو بيحضنها وبيبوسها احسن ما بيشتمها احسن ما بيضربها. فدي عمل كويس جدا، لكن انا ممكن اطوره واخليه شكله كويس. فمامة الست طبعا تحملت عليهم بشكل كبير جدا كانهم كبار، ودخلت في فيلم عربي واخوها هيروح يضربه. يا جماعه ده السفه اللي احنا بنقوله ده كلام مش حتى برضه. هي دخلت موضوع، يعني حتى يعني زي ما انت بتقول موضوع المفروض انها كانت تلمه، حتى ممكن كانت تكلمهم على التليفون او توصلهم باي طريقه. كمان هي دخلت الموضوع بقى جانب فيه من العنف،
ان هو كمان اخوها ضربها وان هو هيضرب الولد، يعني هيضرب الولد حسيته ان هو يعني خد اكبر من حد. 2 في الجامعه ضربوا ورا عرفي مع بعض، فاخوه الكبير عرف. انا بالنسبه لي اللي يسمع قصه من نص يقول كده بالظبط، ما يصدقش ان اخوها اللي في جريد 5 وما بيلعبوش مع يعني القصه. انا مش طبعا ماليش دعوه باسلوبها او بطريقتها في الكلام، لكن كمان هي حاسه انها مضطهده، وبعد كده كلمت ان النقاب، انا من النقاب يا شادي، السيدات المنقبات سيدات فاضلات كلكم، والسيدات اللي بشعرهم سيدات فاضلاتهم وحاجات ما لهاش علاقه. وانتوا لازم يعني انت اللي بتعيب في نفسك، انت شايف ان انت حاجه نفسك فيك مشكله انك منقب، ما تقولي عادي كلامك رايك عادي. ايه لازم ان انتوا تقولي انا باباهم مرتاح والمنقبه؟ هل انتوا بس اللي عندكم الدين والباقي ما عندوش الدين، او حاسه ان انت الناس بص لك ان انت رجعيه فانت بتتكلمي بالاسلوب ده ما يخصناش ولا كان لنا ان انت تقولي كده. فده يدل على تشوه المجتمع اللي احنا فيه وسوء التربيه والاخطاء، لما دول اللي بيربوا وبيزرعوا في اطفالهم كده. طبعا مش هنيجي على الست بس، الست طبعا غلطت طبعا وغلط كبير كمان جدا جدا ان هي تكبر الموضوع وتدخله في عنف، وده هيضرب وده هيعمل، بدل ما تنمي الحاجه الحلوه اللي في الولد التاني وهي حنيته ورقته على البنت ومحافظته عليها. اكيد ده بيحافظ عليها، اكيد ما بيضربهاش يعني. فده جانب. الجانب التاني بتاع ان البابا اللي هو اللي عنده معزه يربطها، طبعا ده او يلمها او يعني يولع فيه. هو طبعا ده يعني مش هقدر اقول فيه حاجه. وابني يبوس اي حد، اكيد لو الابن سمع، طبعا اللي بيسمع الحوار ده اكيد ده بقى اكبر متحرش في مصر كامينج سون في الاسواق، يعني قريبا ده هيكون ده اكبر متحرش موجود خلال 20 سنه. انا فعلا يعني انا برضو استغربت من رد بابا اللي هو ازاي كده. انا شايف ان بابا بيرد راجعي. ممكن هو بيرد على ام البنت، بس برضه بيبرز مشكله في المجتمع بتاعنا. هو مجتمع فعلا ذكوري ودايما رافعين شعار ان الولد ما بيغلطش. الولد دي حضرتك لما بيكون ولد وهو صغير شقي وعرف بنات كتير وكذا 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 بيتقالك عليه ده ولد ايه؟ شقي مقطع سمك وادلها وفاهم وحلو وخبره يا بنتي وهيبسطك. لكن لو البنت مسكت ايد واحد، دي بنت قليله الادب وتترمي في البيت تقوم عليها الحد. احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها راجل بيغلط، عندنا البنت بس اللي بتغلط. فده الفكر المصري الراجعي للاسف زي ما قلنا ان المجتمع لحد ما مشوه في القصه دي. فيعني خلينا اعتقد ان احنا ننهي الموضوع لحد هنا. هو في اخطاء كتير جدا يعني يدل على تربيه كل واحد فيهم. فدي كانت احنا بنتكلم على المشكله الثالثه اللي هي بتاعت اللي احنا بنقول عليه ان هو ننقطه بصفه معينه، ان هو نوتي او وحش او غبي او كده. رابع حاجه كانت حاجه يمكن موضه ظهرت الفتره اللي فاتت، واحنا طبعا كان اغلب الناس اللي بيتكلموا في التربيه بياكدوا عليها، ان احنا نعمل الولد نقول له تعالى هعمل لك بانش، او هقعدك في نوتي كورنر، او هعمل لك هحبسك في الأوضة 5 دقايق أو تفر باللغة اللي احنا بنقولها بيها. لكن في النهاية فكرة ان الولد هعمل له عقوبة او هحبس حريته او هسجنه او هحطه هنا، كل ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا جدا في المستقبل للطفل. ان انت بتعوده على ده زي ما اتفقنا، زي ما هتعود طفلك زي ما هو هيطلع. فانت هتعود طفلك ان هو بيتعاقب، بتعمله بانش، بيتحبس، لما هيبقى بكره احبسني اسجني انا مش فارقه معايا. فالوعي الجديد بدأنا نستخدم جمله تانية شويه اسمها تايم اوت. اقعد مع نفسك، فكر في ايه الاخطاء اللي انت عملتها وتعالى نتناقش فيها. اغلب في ناس كتير ممكن يكونوا بيسمعونا دلوقتي بداوا يتريقوا، يعني بداوا يضحكوا علينا، يقول لك الناس دي بتقول ايه؟ بيبي عنده 2 3 هقول له كده هيفهمني؟ ما فهمكش اول مره هيفهمك تاني مره، ما فهمكش ثالثه هيفهمك بعد المره 20 بالتعود هيبدا يكبر ويفهم معاك ويفهم معنى ايه كلمه ان انا اخش اعرف غلطتي واجي اتناقش معاك. عموما طول ما انت قاعد البيبي فيس تو فيس وعمالين تشدوا تسخنوا مع بعض هيفضل متنرفز وعصبي، لكن لما تحطه يعمل تايم اوت بيهدى وبيبدا يصفى، يبدا يعرف غلطته، هتلاقيه بيقول لك انا اسف. هتحطه هينزل تاني، هتحطه هينزل تاني، هتفضل وراه. صبر ايوب. احنا محتاج هدوء. التربيه احنا بنقول هي مش حاجه سهله، لكن هي حاجه محتاجه صبر ومحتاجه هدوء. في الاخر هتاخد ريزلت. لو انت بتاخد حاجه نظيفه في الاخر هتاخد بوستيك بقى، يعني عارف زي ما تقول حاجه نظيفه. فهي هتتعب شويه، هتصبر شويه، في الاخر هتلاقي احسن ما تتعب وتحرق دمك وضغط السكر يعلو. تخلي بالك لما بتنرفز وبتزعق وبتضرب ده بيرجع عليك انت برضه. فكل ما تكون اهدى كل ما هتفضل هادي، وكل ما البيبي كمان هيكون اهدى. فدي رابع حاجة. 5 خطيئة القدوة السيئة، طبعا المدمرة، القدوة المدمرة. دلوقتي حضرتك احنا طبعا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت، لكن انت طلبتوا نعيده تاني فعشان كده بحكيه، يمكن عشان في ناس كمان ممكن ما يسمعوه. فالقدوة السيئة في ان ايه؟ حبيبي اوعى تكذب،
الكذب حرام، البيت بيروح النار. فالتليفون يرن، يروح الولد يرد، بابا يا عم مش محمد، لا قول له مش موجود يا بابا. يا نهار ابيض على الازدواجيه واللي يعني انت دمرت اي حاجه، كل اللي انت قلته دمرته في لحظه. فاهم قصدي؟ كانت مره في موقف حصل مع المدام بتاعتي، كانت عماله تقول لابني ما تقولش ايه، كل ما تقول له حاجه ما يسمعهاش، فتقول له ايه هو قال لها ايه، فتقول قول نعم، ايه قول نعم، ايه قول نعم. قعدوا كده فتره، فمره سبتها وهي عماله تندمج معاه، قلت لها اي حاجه يعني. قالت لي ايه؟ قلت لها ايه حرام عليكي يعني ايه انت عماله تقولي له بلاش تقول ايه. فلاول ما انا سالتك انت قلتي ايه، المفروض لو انت عايزاه يقول نعم انت قولي نعم. اللي هو بتجيب نفسك. هو الولد اصلا جاب ايدي مننا. هو عارفها منين؟ هو لقينا احنا لما حد بيسال، هو البيبي بيتعلم كلام منين ونطق منين؟ هو منك، من افراد الاسره. فبالتالي انت عايزه ما يقولش ايه، ما تقولش انت كمان ايه، قول نعم. عايزه يقول ما يقولش لا، ما تقولش انت لا. عايزه يقول حاضر، قول انت حاضر. يعني بالزبط. انت زي ما هتتعامل هو هيتعامل. مش عايزه يضرب ويزعق، انت ما تضربش وما تزعقش. هي زي ما فكره المحاكاه والقدوه هي دي افضل اسلوب للتربيه، من غير تعب، من غير مجهود، غير بعض المواقف الصعبه اللي ممكن يتحط فيها مع الطفل. طبعا القدوه السيئه اسوأ حاجه. عايزه يلبس شبشب، البس انت الشبشب. يعني برضو مشاكل الشبشب دي مشاكل يعني كبيرة على مدار التاريخ. اعتقد يعني من ايام محمد علي كانت مامته بتتخانق مع الشبشب. انا اعتقد كده يعني. انا ما شفتش جيل ما بيتخانقش على الشبشب مع اولاده. انا كنت متخيل مراتاتنا هيبقى نفس الخناقه مع اولادنا. ايه نفس الموضوع، نفس مشكله الشبشب، نفس المشكله. فهي القدوه السيئه دي طبعا دي حاجه وحشه جدا. وفي حاجات بقى لازم نسلم بيها ان هي في الجينات زي الشبشب. ما فيش، هو الخليقه مولوده من غير شبشب، فده الوضع زي ولا الضرب الشبشب ده الطيار زي دي خطيئه بنقع فيها. يعني دي طبعا مشكله كبيره قوي دايما بيقع فيها الاهالي مع الابن الاكبر. ازاي بقى؟ اللي هو دايما احنا بنعامله اكبر من سنه. بمعنى انا بيكون ابني الاول بيبي، اول ما اخلف بيبي تاني بحس ان ده كبر، فبيلعب بالعروسه. انت هبل، انت عبيط، ايه اللي انت بتلعبه ده؟ يعمل مش انت عبيط، ايه التصرفات اللي انت بتعملها؟ يطلع لسانه يشرب ميه، يتدلع عليا، يعمل مش عارف ايه اللي انت بتعمله ده. يجي هو واخوه يتخانقوا مع بعض، نزعلك، انت الكبير، انت العاقل، انت المفروض تحتويه. تحتوي مين يا ابو احتواء؟ ده عيل عنده 3 4 يعني انت فاهم قصدي؟ ده عيل عنده 3 4 سنين. ليه بنديله اكبر من سنه؟ ليه بنكبره عن سنه؟ خليه يلعب وخليه يتشاقى، خليه يصغر شويه، خليه يلعب زي اخوه الصغير اللي اصغر منه بسنه او ب2 عادي. ما تقلقش عليه، يعني اديله حريته. ده في الاول والاخر طفل، بيبي لسه طفل، دماغه ما هيش دماغ، ما عندوش مشاكلك، ما عندوش فكرك، ما عندوش همومك، كل همه اللعب. اكيد سيبه يلعب. مش معنى ان انت بتخلي الطفل يعيش سنه ان هو لما هيكبر هيبقى اهبل او اقل من سنه او مش هيتحمل المسؤوليه. طيب دول كده احنا اتكلمنا في ال7 خطايا. احنا لسه معانا خطيئه كمان. ولسه كمان دي مهمه جدا، هي موضوع تحمل المسؤوليه. لان كان في مره كانت في استاذه سالتني، قالت لي دلوقتي انا ابني مش بيتحمل المسؤوليه، مش عارف ليه. فعدم تحمل المسؤوليه لما حضرتك بتسيب الولد يعيش سنه، لما هيكبر هيحس ان المسؤوليه دي حاجه جديده، هيحس ان هي حاجه يعني عايز يعملها، بالعكس مش حاجه مش متعود عليها. فانت ستيب نمبر 1 اديله يعيش سنه، لان الخطيئه سن نمره 6 ان احنا بنعيشهم اكبر من سنهم. نمره 7 مرتبطه بيها ومرتبطه برضو بالمشكله اللي بيدمروها مع بعض، اللي هو عدم تحمل المسؤوليه، اللي هي ان احنا بندي الطفل مسؤوليات اكبر من عمره. يعني ازاي؟ خلينا تاني عشان ما نتوهش مع بعض. الخطيئتين دول بيأدوا نفس المشكله، ان الطفل بيطلع عديم المسؤوليه، مش عايز يعيش سنه، دايما بيبقى تافه. ان احنا وهو صغير هي بالعكس، ان هو صغير بنديله اكبر من حجمه، بنديله اكبر من مسؤوليته. خلينا اديك مثال صغير كده. انا مثلا عندي انا المدام عندي هم 3 بنات. البنت الصغيره دلوقتي كارهه العيال، كارهه الجواز، مش عايزه تجيب عيال، مش عايزه تخلف. ليه بقى؟ لان هي شالت مسؤوليه الاطفال بدري. هي ربت مثلا 4 اولاد اللي هم اولاد مراتي واولاد اختها الكبيره مقدما، غيرت لهم البامبرز، عدت بكل التجارب، مرت بكل حاجه، ما عندهاش حاجه جديده تعملها، زهقت. دي الفكره، انك لما دايما بتحمل بني ادم المسؤوليه قبل ما يوصل لها. لما بيوصل لها بيكون او وصل لمرحله تشبع. فهيفضل البيبي، ممكن ابنك او الطفل مش هيفضل بيبي، هيفضل ابنك ممكن يتحمل المسؤوليه، يفضل يحسسك كده غصب عنه عشان خايف منك. مجرد يخرج من العباءه بتاعتك، روح يا بابا العب بعيد، مش هيعمل ولا هيعوز، وهيسيبك تضرب راسك في الحيط، ولا هتلاقيه واقف جنبك، ولا هتلاقيه في ظهرك، ولا هتلاقيه في سندك. لكن لما البيبي تديله سنه وتديله عمره وخليه يلعب براحته ويشبع من اللعب والهزار والجري والتنطيط، لما هيكبر هيبقى حابب انه يتحمل المسؤوليه.
حته بقى الغلطه بتاعت ان هو نحمله مسؤوليه اكبر من عمره. سبيل المثال مثلا مره شفت الموقف ده قدام عيني ورحت اتكلمت مع الاب، طبعا كان رد فظيع منه وانا كنت متوقع كده. كان في مول وولد عنده 2 سنين وبنوته عندها تقريبا 4 سنين. الاب خارج من المحل بينادي على ابنه، خد هنا يا ولد، تعال هنا. راح فين؟ مش عارف فين اختك؟ فشاف اخته الكبيره راح منادلها، قال لها هو فين عمر اللي هو الولد ابنها؟ قالت له مش عارفه يا بابي. لا ليه مش عارفه؟ انا مش قلت لي خلي بالك منه، هو واقف هو ده، انا لحقته وهو كان رايح هناك. انت مستهتره، انت ما بتعمليش المسؤوليه، انت مش عارفه ايه. انا قايل لك خدي بالك من اختك. انت مدرك حجم الخطر اللي البنت دي فيه؟ انت بتحملها مسؤوليه اخوها اكبر منها بكتير. انت مش قادر تحمل مسؤوليه الولد فبتلبسها ببنت صغيره عندها 4 سنين. مين قال ان بنت عندها 4 سنين تاخد بالها من الولد عنده 2 سنين؟ على فكره الخطا ده ناس كتير جدا جدا بتعمله، اللي هو يعني دايما فعلا كل التحامل بيبقى لما زي ما انت بتقول لما في بيبي تاني بيجي بيدي كل المسؤوليه للطفل الاكبر. هو بقى اللي يرضعه، هو اللي ينيمه، هو اللي وعلى فكره برضه ولو الطفل الصغير اللي هو التاني غلط بيزعل الكبير. يقول لك اربط المربوط مش عارف يضرب المربوط يخاف السايب. اي كلام مصطلحات كده احنا عندنا حاجه كده اضرب المربوط يخاف السايب. وده يعني ده قمه الكوميديا ان احنا بنيجي نتشطر على الولد الكبير وندلع الصغير، فالكبير ده بيطلع غالبا معقد. غالبا دايما الاخوات تبقى انا وسطاني الحمد لله. لا انت عارف مين يعني الفكره اللي هي بتاع اللي انت بتحكي لي عنها دلوقتي جت في التمثيليه بتاعت نيلي كريم، كانت في رمضان اللي فات، كانت في سقوط حر. هي كانت في عندها نوع من طلع انها كانت مضطربه نفسيا، فكان عندها نوع من الاخت ليها اخت صغيره، فاختها كانت المدلله الرفاهيه، وهي الاختها اللي هي نيلي كريم كانت الاكبر. فكانت دايما مامتها تقول لها خدي بالك من اختك لو كسرت حاجه هي اللي تشيل الليله، بتزعلها. فعطول البنت نيلي كريم بقى اللي طلعت كان اسمها اعتقد ملك في التمثيليه. لا طلعت بقى عندها مضطربه نفسيا، يعني طلع الموضوع ده فعلا عمل لها عقده وكره امها بسبب الموضوع. هي التمثيلات والافلام بتاخد من الواقع بتاعنا، وده حقيقي جدا، وده اكيد اللي كان كتبها دكتور نفسي، وهي عرفت البوينت دي من حاجه زي كده. اكيد هم بيراجعوا دكاتره نفسيين قبل ما يعملوا المسلسلات والحاجات دي. فبالتالي موضوع منطقي جدا، موضوع صح جدا ان احنا البيبي بنحمله مسؤوليه اكبر منه. ده اكبر خطأ ممكن نقع فيه، وده على العكس تماما، ده بيطلع ولد غير متحمل المسؤوليه، مش العكس زي ما احنا فاهمين بالمره. فبالتالي لازم نكون البيبي نديله سنه، نديله فترته، وما نحملوش مسؤوليات. الافضل من كده ان احنا نديله دور على قده، ونديله مسؤوليات على قده يقدر يعملها، ما نحبطوش، وفي نفس الوقت اراقبه. يعني انت برضه في نفس الوقت يعني مثلا حضرتك انت عايزه يساعدك في البيت، تعالى بدل ما تديله ينكنس فما يقدرش يعملها وهتطلعه فايشه في الاخر، قول له خد الفوطه دي لمع بيها، تحسسه بنجاحه، ما تديلوش دور اكبر من مسؤوليته. هتقول له خد بالك من اخوك، خليه ياخد باله، بس انت متابعه، عمرك ما تغلطه، ما تخلوش يخطئ. يعني علمه ان هو يشاركك مش مشكله، بس بالحب، يعني بالايه، بطريقه ودي. لو هيغلط عادي وانت متابع، وعينك برضو على الطفل، مش تسيب له الحمل بما الجمل بحمل ايوه، وتسيب له المسؤوليه. احنا فاشلين في الامثله فهي الفكره في كده، ان انت لازم تكون على قد ما تقدر واخد بالك من ابنك جدا، حريص من ابنك الكبير، ما تحملوش مسؤوليات اكبر من سنه. زي ما قلت لك اديله مسؤوليات لكن على قد. احنا كتير بنقع في اخطاء ان احنا لما نيجي نلعبه او حاجه زي كده بنحب نفرض عضلاتنا ونكسبه احنا. لا، خليه يكسبك بس مش على طول، خليه يحسسه ان انت ند، علشان كمان يتعود ان في مكسب وفي خساره. ودول كده 7 خلاص. طيب دول كده ال7 خطايا. خلينا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني على طول. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته، راجعين تاني. حدوته لو كنت ست الحسن والجمال، يكون امير احلام غرامك انا. لو كنت ست الحسن والجمال، يكون امير احلام غرامك انا. اكيد بنمر بمواقف كتير في حياتنا، واكيد برضو عدينا بقصص وتعلمنا منها كتير. بس لو عايز تعرف حواديت اكتر وتعرف حكم تتعلم منها اكتر، اسمع حكمة في حدوتة مع وردة إبراهيم يوم الحد من الساعة 7 للساعة 8 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. رد الصدى وقال لي يا زين، بينك وبينها بلدين، انا قلت لو بيني وبينها. رجعنا من فاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل مع
استاذ كريم عن ال7 خطايا في التربيه. ننتقل بقى يا كريم عن انا شايفها حاجه مهمه بقى جدا في وجهه نظري ووجهه نظر ناس كتير، اخطاء التعامل الاب والام مع بعض. اكيد دي انا شايفها حاجه كبيره جدا، كيفيه التعامل الاب والام مع بعض ازاي في المشاكل مثلا. بص، طريقه التعامل الاب والام مع بعض دي من اهم المشاكل، ان هي للاسف حتى لو مش هتغير في شخصيته، طبعا هيتغير في شخصيته كتير وبتاثر في شخصيته بشكل كبير جدا، لكن حتى لو انت قدرت تعوضها بتعاملك الصح معاه، عموما هتضمن ان انت ما شاء الله لو اكبر عليك هتخرج اب وزوج فاشلين في المجتمع، فبالتالي بوظت برضه المجتمع. فلازم نكون حذرين قوي وحريصين قوي مع تعاملنا مع بعض. من اول الاخطاء هم شبه برضه الاخطاء اللي احنا واقفين مع الاطفال، العنف، مش محتاجين نتكلم عنه كتير. طبعا ضرب الاب الام او حتى ضرب الام الاب، لان في ابهات بيتضربوا زوجاتهم، في ناس عارفين يعني، انت لو رحت في محاضر معموله في الاسلام في الموضوع ده، فضرب سواء من ناحيتين او من الطرفين، اكيد هيخرج ولد عنيف، اكيد هيخرج ولد بيحتقر او بنت بتحتقر الجنس الاخر، ولد وبنت ميالين لان ده التعامل الطبيعي، هتخرج اصلا ممكن 2 معقدين من الجواز خالص. دمرت ولد نفسيا واجتماعيا ودمرت نفسك قدامه، سواء بتضرب او بتضرب، في الحالتين شكلك بقى مهزأ صدقني قدام ابنك، وافقدته القدوه الحقيقيه اللي انت بتحاول تبني فيها، واللي احنا بنقوله ان احنا بالمحاكاه وبالقدوه وبالتربيه. فلما اروح اضرب مامته، احنا بندمر اهم رمزين في صوره البيبي. دايما البيبي او الطفل اهم قدوتين عنده، اهم حاجه في حياته هم اللي فتح عينيه لقاهم، هو الاب والام. طبعا الام هي طبعا ليها الدور الاعظم وليها الدور الاهم، مش هقدر اقول الاهم، لان الراجل هو اللي قادر يهمش دوره وهو اللي هيقدر يقلل من دوره، لكن هي ليها الدور الاعظم اللي من عند ربنا خلقه، الغريزه يعني. غريزه الام بتحب الطفل وبتحس بيه وبتشوفه ان هو لسه بطنها، والولد نفس القصه بيحبه ويحس بمامته ان هو لسه بطنها. فالاب طبعا دوره مهم جدا وكبير جدا، لكن هو اللي بيحدده، هو اللي بيفرده، لان هو مش عنده غريزه. فلازم هو يخلق الغريزه، ولازم يخلق النيد اللي عنده اللي يخلي وضعه واهميته كمان زي ما، وان الحياه مشاركه في الاول والاخر، هما الاثنين لازم يعملوا ده مع بعض، مفيش الدور على واحد. يعني انا ضد فكره ان الام بس مدرسه، الام والاب لازم هما الاثنين يكونوا مدرسه، لكن الام الاعظم الدور الاعظم اكيد طبعا، وهي اللي ربنا عملها كده يعني بغير. انت برضه لما اتكلمت برضه في نقطه العنف، دي دايما لما بنشوف الافلام اللي هي الانجليش، في الافلام دايما الاجنبي، دايما لو في مثلا مشكله ما بين الاب والام في حاجه، دايما يا اما بياخدوا بعضهم ويدخلوا الاوضه يقطعوا بقى شعر بعض، يضربوا بعض، بس بعيد عن الولاد، ويقعدوا الولد يحطوا له مثلا الهيدسيت السماعات عشان يشغلوا له مثلا كرتون ما يسمعش حاجه، او مثلا يشغلوا له التلفزيون في الريسبشن، ويبتدوا ان هو يعلوا صوت التلفزيون عشان ما يسمعوش الخناقه. انا بشوف ان دي طريقه كويسه جدا في موضوع حل ده اللي احنا بنقول عليه حل المشاكل. ده الرقي بالظبط، ما دخلش الولد خالص في نطاق اي مشكله. ده الرقي وتحمل المسؤوليه. الناس دي بتحس ان الطفل ده حاجه عظيمه قوي، هبه كبيره قوي، لازم يحافظوا عليها من اقل تفصيله. الناس دي بتقعد تقرا وتذاكر وتتعب قبل ما يجي الطفل، زي ما قلت لك بيركزوا على كل حاجه. في ناس لحد النهارده في مصر بيتريقوا علينا لما بنقول لون الاوضه مهم، لون اللبس اللي هتلبسه له ابنك مهم، لون الموسيقى اللي هتشغلها له مهمه، نوع الموسيقى اللي هتشغلها له مهمه، نوع الاصوات اللي هتسمعها له مهمه. في ناس بيتريقوا علينا، ناس مش مدركين ده، بره بيهتموا بكل الكلام ده. حضرتك نفس المشهد ده لو شفته في مشهد في فيلم مصري، هتلاقيهم ماسكين العيال بيرموهم على بعض، بيضربوا بعض بيهم، يعني مش بيضربوهم بيضربوا بعض بيهم، يعني بيمسك ابنه ويرميه على مراته. يعني انت الاتيود مختلف جدا. الناس دي يمكن الفرق بيننا وبينهم هي الرقي، وده اللي احنا بنقوله، ان احنا لو اهتمينا بتربيتنا وتربيه الاطفال هنبقى مجتمع راقي. ده الاساس. الرقي ده على فكره هتلاقيه هو في الاخر تعليم اي دين. هي موجوده في قواعد الرقي. لو مش عايزين اخش لك من مبدا الدين، هخش لك بمصطلح رقي، هتبقى هتوصل يعني اللي عايز هيشتغل معانا دين ماشي، اللي مش هيشتغل بدين خالص هيلاقي نفسه ان هو محترم وابن ناس وراقي، يعني مش حاجه الاثنين هيوصلوا لبعض، الاثنين هيوصلوا في الاخر نفس المبدا ونفس النتيجه، يعني فاهم قصدي؟ فطبعا العنف ده اسوأ حاجه نقدر نعملها مع بعض كاتنين متجوزين قدام ولادنا. ممنوع منعا باتا بالابره، ويعني نتطلق عن ان احنا نضرب بعض قدام الولاد. ده كارثه ومصيبه. تاني حاجه بنقع فيها اكتر التحقير، ان انا احقر من الام او الاب قدام بعض. ازاي اتكلم روح بكرشك ده، يعني تعرف تعمل حاجه غير انك تعزق ازلاب مش عارف ايه. الاطفال يا جماعه اوعوا تكونوا فاهمين هم نايمين.
مركزين وصاحيين جدا جدا جدا. احنا عندنا مشكله، قاعده جوهريه كده بنتعامل فيها، احنا بنتعامل مع الولد على انه ادراكه وفهمه صغير جدا، ولما نيجي نحمله مسؤوليته ونديله اوامر نديها له كبيره جدا على سنه. العكس، الاثنين اوبزيت، عكس خالص بقى. خالص بقى ادراكه وفهمه صح قوي، حلو قوي، لكن عامله على انه طفل ويلعب معاه على انه طفل. ادراكه مركز على كل حاجه وباصص معاك على كل حاجه وبيجمع كل حاجه. لما انت بتحقري من باباه هو مركز، هو من جواه باباه خسر نقط عنده وانت كمان خسرتي نقط عنده. وعلى العكس لما هو بابا الاب هيحقر منك ويقول لك روحي انت فاهمه في حاجه غير البصل والطماطم والتقشير والاكل، نفس النتيجه. ان انا يعني انت اللي بتقوله ماسك او اللي هو قناع الاحترام بيقع خلاص. بيقع. هو لو انتوا ما احترمتوش بعض الابن عمره ما يحترمكم، لا يحترم الاب ولا يحترم الام، ولا هيطلع بيحترم الناس بره، ولا يحترم نفسه ولا يطلع بيحترم المجتمع. انها هي سيركل، دايره، هي سيركل زي ما انت بتقول، وهي في الاخر هتلف وهترجع لك. هتلاقي هو بيلف وممكن في يوم من الايام يشتمك يقول لك يا ابو كرش، ويشتم مامته يقول لها لا بتاعت البصل والطماطم. يعني زي ما تشتموا بعض. كان في برضه مثل شبه، احنا عارفين احنا فشل في الامثال لكن حقيقي فيهم كل حاجه حقيقي. يعني يقول لك اللي يقول اللي مراته يا عوره يلعبوا بيها الكوره ولا يلعبوا بيها الكوره. لا انا اول مره اسمع ده مثل شعبي كان بيتقال ان انت لو قللت من مراتك هتخلي الناس كلها تهزقها، طبعا ما فيها اولادك وغيره. ان انت مراتك هي منك، فانت بدل ما تقول لها يا عوره فهتخلي كله بقى يلعب بيها كوره، خلاص كله هيشوطها في بعض. فانت دايما لازم تحافظ. اول مره اسمع. لا عليك. لازم دايما. على فكره الامثال الشعبيه فيها حاجات جميله جدا، وفي حاجات فعلا بتنفع كتير قوي. انك لازم مراتك شكلها من شكلك، وطبعا انت جوزك شكله من شكلك، لازم تحترموا بعض. هتحقروا من بعض، هتشتموا بعض بينكم وبين بعض في الاوضه بقى، اقعدوا يعني طلعوا كل الكبت اللي جواكم، لكن قدام الاطفال لازم تحافظوا جدا. الاطفال اذكى واوعى كتير قوي من انتوا فاهمين. فده موضوع التحقير. ثالث حاجه دي الغلطه اليوميه بقى اللي هم كل يوم ايه بيقعوا فيها. دخل لمامي عايز انزل العب، لا يا حبيبي مفيش لعب النهارده، احنا النهارده ممنوع. راح دخل لبابي طب انا عايز انزل، طب انزل العب يا حبيبي. يقولوا عكس بعض الكلام، عكس بعض، ما نظموش مع بعض. طيب دي اول غلطه. ثاني غلطه بقى الام دخلت على الولد لقيته بيلبس، انت رايح فين؟ انا مش قلت لك ما تنزلش؟ بابي قال لي انزل. بابي قال لك، يعني بابي يقول لك، هو بابي من امتى بيقول؟ هو قاعد معاك ده انا اللي قاعد. طب تعالى لي بقى، تعالى يا بابي. انت ازاي تقول له ينزل؟ طبعا ما فيهاش بقى تعالى يا بابي، هو تعالى بقى بالظبط. تعالى بقى هنا يا حبيبي كده. انت ازاي قلت له ينزل؟ لا انا كلمتي اللي هتنزل، انا كلمتي قصدي هو في الاخر بتنزل يعني. انا كلمتي اللي هتمشي. هم قعدوا لبعض، قعدوا ينقروا في بعض مين كلمته اللي هتمشي، والولد عمال يتفرج على ماتش كوره، يبص يمين وشمال عمالين يشلقوا لبعض. كل حاجه اتدمرت. احترام، ازدواجيه، بقى في ازدواجيه في الحكم بقى زي ما بيقولوا، مبقاش عارف كلمه مين اللي بتمشي، يبقى باصص ان هو ممكن يلعب او ممكن يلعب على الاثنين بعد كده. يلعب طبعا على الاثنين، ده شيء مؤكد، لكن لازم تبقوا كيان واحد. طيب حصل من الاول خالص كان المفروض يخش يسال الاب، يشارك مامته، او دخل سال مامته تشارك باباه. يعني دخل قال لمامته يا ماما انزل، هو انتوا عارفين بابا جوه، تعالى نسال بابي، يا بابي محمد عايز ينزل يلعب ولا ايه رايك؟ او عايزه تقول له رايها، تخش هي تقوله له ايه رايك محمد ينزل ولا لا؟ تساله. نفس القصه لو الولد بدا بالاب، لازم الاب يروح للام، لازم يبقى فاهم ان هروح لاي حد يروح للتاني، ويوصلوا الراي مع بعض. غلطوا ما وصلوش للراي مع بعض، ده الراي عكس ده. لما الام تعرف ان الاب قال كلمه عكسها تعمل هو التاني. بالظبط، انا كنت اسالك السؤال ده حالا. تعمل ايه؟ طيب خلاص ماشي حبيبي انزل يا بابا، بس انا ايه هخش بابي الاول ولا حاجه، او تقول له ايه، ما انا عارفه يا حبيبي ان انت نازل، ده انا اللي قلت لبابي كده وانا اتفقت مع بابي على كده. اللي هو قصدك تكبره، تلم الموضوع على طول، وتكبر نفسها وتكبر جوزها. مظبوط. هي كبرت الاتنين في بعض. لما تقول له يا حبيبي انا عارفه ان انا وبابي وافقنا على الموضوع ده، هي عرفته ان برضو ايه القرار جاي منهم هما الاثنين، مش قالت لبابا. بعد كده مع بعض لما يتناقشوا بقى مع بعض، ارجع لي. انت فاهم قصدي؟ ما تروحش تاخد القرار كده. وهي مش حرب سيطره. احنا دايما بنتجوز عشان نسيطر على الريموت كنترول، ونسيطر على الاطفال، ونسيطر على بعض، ونسيطر على الاكل اللي هناكل ايه النهارده، ونسيطر على كام مره لحمه في الشهر. هي مش سيطره، هي الحياه مشاركه. الاطفال مش لازم يحسوا ان في حاجه بتخرج عن السيطره. احنا عيله كلنا بناخد قراراتنا مع بعض. واوعى تقول لابنك انزل او ما تنزلش هو كده وخلاص. لا انت مش هتنزل علشان خاطر كذا وكذا. لو انت عايز تربي ابنك فعلا راجل ليه شخصيه، وراجل عنده كاركتر، وراجل بيعرف يتناقش ويتكلم بعد كده في الصح والغلط، لازم تديله الحاجه والسبب بتاعها. هتتعب وهتطلع ولد غلباوي جدا وليمت جدا، لكن في الاخر هيكون مؤدب ومحترم وعنده شخصيه قويه وحقيقي بيتكلم فيها. يعني لمطه وكلامه ونقاشه معاك هيكونوا في اطار الاحترام والاخلاق. انت قدرت تتجمع كل ده حاجه جميله جدا. تلاقي ابنك قادر يناقشك وقاعد يتكلم معاك
ومش بشكل اكبر من سنه زي ما اتفقنا، ما نكبرهمش. لكن هو لو حب يكبر وبقى مطلع اكتر، خليه يكبر زي ما هو عايز، سيبه براحته خالص، لا تضغط عليه انه يكبر ولا تضغط عليه انه يصغر. طبعا ثالث مشكله هو موضوع تغيير الكلام بين البعض. ده طبعا بيوصل الولد ان في ازدواجيه يعني رهيبه في التعامل بعد كده، واللخبطه طبعا كبيره جدا. رابع مشكله اللي هي عدم التعاون. يعني الابن يشوف مثلا باباه قاعد عمال ياكل ويبهدل الدنيا حواليه، والام عماله تنظف من تحت باباها، الاب شغال وشقيان، والام ما بتعملش حاجه غير ان هي تطلب بس فلوس 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 فلوس، وكانها من غير مش شير مع باباها. لازم الولد يحس ان الاب والام متعاونين مع بعض في كل حاجه ومشاركين بعض في كل حاجه. مفيش مشكله ان الاب يعمل يوم في الاسبوع بياخد الولاد فيه ويدخلوا يطبخوا ويكنسوا ويمسحوا ويريحوا مامتهم اليوم ده. لازم يحس ان هو اللي بيبوظه بيعمله، لازم يحس ان لازم يبقى في تعاون ما بين الطرفين. تعاون طبعا. لازم ما يحسش ان مامته دي الشغاله اللي عندهم او الاب ده بس اللي بيعمل الاكل والشرب واللي يجيب الاكل والشرب وكل حاجه. لازم يحس ان في شير في كل حاجه في البيت. لازم يحس ان الدنيا لخبطه، ما يعرفش مين بيعمل ايه. بمناسبه التعاون كان في موقف كده عايز اقوله في نقطه التعاون بالذات. مش هدخل بقى مين عندي في العيله. حد كان بيغسل اطباق، فالولد صغير كده عنده بتاع 3 سنين 3 سنين هو بيتكلم في 3 سنين 30 شويه. فدخل هو لقى يعني شايف هو دايما مرتبط غسيل الاطباق ان هي ماما اللي بتطبخ. فكان تعليق الولد ايه ده، هو انت ست عشان تغسل اطباق؟ فانا كان قدامي بقى الموقف، انا خدته كده بالقفاه كان كده بابا ومامته كانوا قالوا شفتوا بيقولوا عشان باباك ما عندكش الحاجات دي في البيت، باباك ما مالوش هو ان هو عشان كده بنخرج مجتمع ذكوري ان ستاتهم اللي بيطبخوا وبيكنسوا او تقدر. يعني مش خلينا ندخل في الموضوع ده عشان العقد بتطلع كلاكيع. لكن هي الفكره طبعا التزيد غلط، لان ده بيضر الولد في ايه. سيبك بقى من حته العقده بين الراجل والست، بيضر ان الولد هو ممكن يتحط في موقف هو المفروض اللي يكنس ويطبخ ويعمل اكل لوحده، يسافر مثلا لوحده. لما بيجي يعمل الحاجات دي بيحس في الاول بالاهانه، وانا ست عشان اعمل كده، وانا ازاي اعمل كده، وانا قليل عشان اعمل كده. لكن لما انت من هو صغير بتعوده ان هو يساعد، يخش يطبخ معاك، يخش يكنس معاك، يخش يعمل الكلام ده كله، لما بيتحط في الموقف ده بيعمل الموضوع بسلاسه وبساطه. فانت كل ما بتريح ابنك وتخلي حياته بسيطه اكتر، كل ما هو بيرتاح بعد كده. بيحس ان الموضوع ما فيهوش كلاكيع وعقد اللي احنا خارجين بيها كتير او اللي احنا طالعين بيها كتير. ان اغلب الرجاله انا ما ينفعش امسح، ما ينفعش اكنس، ما ينفعش اساعد. ده الراجل اللي بيمسح في الشارع ده عامل ازاي، ده الراجل اللي بيمسح في المواعين في الاوتيلات ده عامل ازاي. لا، لازم لو الموضوع ده بقى منبسط من البيت وخارج معاه، شاف الاب بيساعد في كل حاجه مامته في البيت، هيكون الموضوع اسهل كتير قوي. فدي رابع خطأ الناس بيقعوا فيه مع المشاكل الاهل مع بعض. خامس مشكله ان الاب بيتكلم وحش عن مامته والام بتتكلم وحش عن باباها من ورا الاب او في الوش. يعني متاسف طبعا في اللفظ، لكن اغلب الاهالي يلا يا ابن كذا او يلا يا بنت كذا او يلا يا ابني على الاب. فطبعا الولد اول حاجه بيتعلمها ان الاب والام دول مباحين في اي لحظه للشتيمه. انا هخرج بره مع المجتمع، اي حد هيضايقني هيشتمه بابوه وامه. ابويا وامي دول مهزئين، ما هماش شخصيات زي ما قلت لك، دايما بيهدم الاحترام الطريقه في التعامل دي. بالاضافه كمان ان في اهالي لما يقعدوا مع الابن لوحده، باباك ده عمل فيا وسوى، دخلني وراح وغدر وراح، يعني نفس القصه. الاب يقعد دي مامتك دي ما بتهمش بيا، دي ما بترعنيش، دي ما بتوظفنيش. هو ابنك مش مجال ان انت تشتكي له، مش مجال ان انت توضح له الغلطات والمشاكل اللي بينك. هقول لك على حاجه، بس في برضه بعض الاهالي في النقطه دي ممكن ياخدوها ان انا بشارك اولادي مشاكلي مثلا. ممكن تبقى يعني يا ريت تشاركهم الحاجات الحلوه الاول. بقول لك في اراء كده يعني. ما انا بقول لك يعني اراء جميله جدا ومحترمه، ما عنديش مشكله، بس هل انت بتشاركوا الحاجات الحلوه؟ هل انت بتشاركوا الحاجات الكويسه؟ هل انت بتشاركوا العلاقه الكويسه اللي بينك وبين مراتك؟ هل بتشاركوا ازاي حبيتوا بعض، ازاي قابلتوا بعض؟ لا، انتوا ما بتشاركوش الحاجات دي كلها، انتوا بتشاركوا الوحش بس لاهداف انا مش فاهمها. يعني لحد النهارده انا مش فاهمها. ولد عنده 7 8 سنين 10 سنين 12 سنه 15 سنه هيستفيد ايه لما انت توضح له ان والدته سيئه في حاجه او بابا سيء في حاجه؟ تمام. فدي طبعا المشكله بتاعت ان انت تساعد غيرك، او ان انت قصدي تتكلم على الاب يتكلم وحش على مامته او المام تتكلم وحش عن باباها. في طبعا مشكلتين مهمين قوي كده كمان برضه بيقعوا فيهم الاثنين تقريبا قريبين من بعض. ان حصل بقى الخناقه، حصل المشكله بين الاب والام،
ازاي نقدر ان احنا نتعامل معاها. اغلب الناس في المشاكل دي الاب بيحاول يجذب الطفل ناحيته بالرشوه، تعالى خرجك افسحك، الام تعالى اعمل لك الكيكه اللي انت بتحبها. فطبعا ده بيعمل مشكله رهيبه جدا. متعود الولد اولا، الولد المرتشي او الموظف اللي بيبقى مرتشي ده مش غريب عنه من اللي حصل في لما الاب والام بيتخانقوا مع بعض. تحسسوا ان انتوا فريقين كوره، بتخليه طبعا في زي ما اتفقنا في ازدواجيه، في انفصال كامل، بيعرف يلعب على ده، بيعرف يلعب على ده، ياخد حقه من ده، ياخد حقه من ده. بيفرح اصلا لما انتوا بتتخانقوا، على العكس تماما لما بيحس ان انتوا مع بعض كتله واحده وبتحسوا مع بعض ان انتوا كيان واحد، وموضوعكم ابدا ما بتحصل مشاكل بينكم وبين بعض قدام بعض. دي كده ال7 مشاكل اللي هم بيتعاملوا فيها الاطفال مع الاهالي مع بعض قدام الاطفال. طيب خلينا نروح لحاجه تانية اللي هو تعامل الاب والام مع الناس اللي حواليهم. ازاي بقى نتفادى او المشكله اللي هي ممكن المحيط اللي حوالين الاطفال يعملوا فيهم ايه بقى؟ بص هكلمك عن الموضوع ده تقريبا بالظبط في دقيقه، لان هو الموضوع برضو بسيط، هو كماله للموضوع اللي قبل كده، او طريقه التعامل مع بعض. هتتعامل مع ابنك بيقلدك في كل حاجه وهيمشي وراك في كل حاجه. هتتعامل مع الناس، تعمل معاهم باحترام، بلاش تعالي، بلاش ان انت تحتقر حد اقل منك، بلاش ان انت تنطط على غيرك قدام ابنك. لما تخرجه مش حلو ومش انت كده مصاحبه، لما تروح تقعده في قعده كيف مع اصحابك، في قعده انت واصحابك كبار عمالين تشتموا وتقولوا الفاظ سيئه مع بعض، فتقعد ابنك معاك وانت كده ما بتكبرهوش، وانت كده مش لما بكبر ابنك خويه، انت بتعلمه ان هو يبقى صليط الانسان، بتعلمه قله الادب، بتعلمه حاجات كتير انت بتحاول كنت تربيها له وبتدمرتها في لحظه ان هو يطلع يشوف باباه كده. عايز تعمل كده اعمل، بس مش قدام باباه. ابنك افضل القدوه المثاليه، افضل خلي ابنك يشوفك ان انت احسن واعظم حد في الدنيا. خليه فاكر ان انت ما بتقولش كلمه عيب، ما بيطلعش منك العيب، ما بتعملش حاجه غلط. هو بكره يطلع المجتمع وهيشوف كمان الحاجات الوحشه، لكن دايما هيفضل حاطط في دماغه فكره ان انا عندي كائن او بني ادم في حياتي كده عمره ما بيغلط. خليه دايما يشوف شايف لك الصوره المثاليه. فده ملخص التعامل مع الغير. نفس القصه طبعا بالنسبه للام، لازم تقدر تكون قدوه لاولادها، ان هم دايما طبعا لازم يكون في تعاون مع الناس الغريبه. يعني حلو قوي ان انت تبقى ماشي ابنك يشوفك انت بتساعد حد، بتشيل له شنطه، بتشيل له حاجه. كل التصرفات البسيطه دي بتكون جميله جدا وتاثيرها على الاطفال. طيب عايز اسالك برضو على حاجه، ازاي الاب والام يتعاملوا مع السلوكيات الخاطئه اللي ممكن الاطفال التانية يقوموا بيها؟ يعني مثلا ازاي ان انا اتجنب السلوكيات الغلط بتاعت الاطفال التانية، مثلا خالته، مثلا عمته. يعني انا مثلا بيبقى دايما في اسئله بتجيلي ان هو انا ابني متربي كويس وجميل جدا، بس لما بيقعد مع ابن اختي او مع ابن اخويا بيرجع لي بعادات سيئه، او بيعمل حاجات سيئه، او بيقلده في الفاظ بيقولها او كذا. دي مشكله يمكن اكبر الناس بتتعرض ليها. احنا مشكلتنا الاهم ان احنا والبيبي ده بيعمل التصرفات دي. يعني انا مثلا خارج مع ابني وابن اخويا معايا في المكان عمل تصرف خاطئ، التصرف اللي انا المفروض اعمله هنا اولا مشكلتنا احنا كمجتمع يعني سوري بنزل ايه، تفعل عمو حبيبي، فتفعل عمو الله ده دمه خفيف، فالناس الكبيره ضحكت، فانا ابني قاعد شافني وانا بضحك على التصرف الغلط اللي الولد بيعمله ده، فدي حاجه جميله فهتفها هو كمان. هو شاف الولد بيعمل كده، انا عايز اربي ابني بقى، فلما نروح بالليل اقول له اللي انت عملته ده غلط. طبعا انت كده بتعمل اي حاجه، هو كده ولا فاهم منك ولا فاهم ايه الصح من الغلط، وبعدين انت كنت لسه بتضحك على الولد التاني. ففي موقف زي ده مفيش مشكله خالص. يعني الطفل الوحش ده علمه غلطه، ومامته تعرف كده، وباباه اللي قاعد يعرف كده. لازم اكون انا اهم حاجه عندي ولادي. والولد ده بيعمل التصرف ده، راح واخد ابني، ايه ده؟ عاجبك التصرف الوحش اللي حصل قدامك ده؟ ده تصرف غلط ما ينفعش نعمله، ايه رايك؟ هتلاقي هو البيبي نفسه لما حس ان انت اتضايقت من الموقف ده وكشرت، ده نوتي، ده ولد وحش، ده ولد بيعمل تصرفات غلط، خليه هو ينقد، خليه هو بنفسه يطلع ان التصرف ده غلط. بعد كده عمره ما هيعمله، عمره ما هياخد التصرف ده ولا هيقلده، وبعد كده لما هيشوف حد بيعمله هتلاقيه هو بيقول له من نفسه ان التصرف اللي انت بتعمله ده غلط. فلما تلاقي تصرف وحش ابن حد غيرك بيعمله، هات ابنك وعلى حجرك كده واتكلم معاه قدام الناس كلهم وقول له ان التصرف ده غلط واوعى تعمله، ده تصرف وحش. لكن اوعى تضحك عشان مجرد انت مكسوف قدام ام الولد التاني، هي تربي ابنها. لازم تبقى عارفه ان ابنها بيعمل حاجه غلط، دي حاجه مش يعني الناس تشمئز من الناس، دي ناس تقرف منها. سواء بقى تصرف الولد التاني بيتصرف بصوت عالي، بيكسر البتاع، بيرمي حاجه، بيقطع حاجه، لازم تبين على وشك لابنك ان انت متضايق جدا من التصرف ده، ولازم تتكلم معاه وتعرفه ان التصرف ده غلط، ولا تتكسف من ام الولد التاني، ولا تتكسف من الموقف اللي بره، لان ده تصرف غلط. طبعا كلنا عارفين ان هو غلط، ما تجيش بعد كده تلوم ابنك ان هو بيقلده. لان احنا بنروح اي تصرف غلط يعمله الولد، ما انت بتقلد فلان الفلاني، ما انت بتعمل زيه. انتوا كده بتعلموه ايه؟ ان هو ماشي بيقلد الناس،
انت حتى لو لقيته بعد كده بيقلد حد، علق على التصرف، ما تعلقش مين اللي بيعمله. ان هو هيروح بكره المدرسه هيجيب لك تصرفات من ولاد هناك، هيرجع هتعمل ايه، هتعرف منين؟ فبالتالي برضو وقتها لازم هتتصرف على انك هتتعامل مع الحركه اللي عملها، لكن عمرك قبل ما تتكلم على مين اللي عملها عشان ما تحسوش حتى ان هو بيقلد. طيب خلينا نروح في كده كانت اسئله جات لي على الفيسبوك، في كان حد بيسال ازاي يتعامل مع الطفل العنيد. بص، التعامل طبعا اغلب الاهالي عندهم مشكله ان هم شايفين ولادهم كلهم عندهم عند، فمش كل الاطفال بيبقوا عند. احيانا بيبقوا الاهالي فاهمين ان الطفل عنيد. الطفل ممكن يكون حابب زي ما قلنا حاجه من الحاجات اللي حابب يعرف حاجه، حابب يكتشف حاجه. فاحنا اولا لازم نتاكد الولد ده عنيد ولا مش عنيد. مش معنى ان ليه طلب وانا رفضته ان هو عنيد لما تنرفز وتعصب، ده امر طبيعي. لازم دايما نتعامل مع اطفالنا ان احنا اكبر منهم، ان احنا اعلى منهم، لازم نبقى احنا اهدى. طول ما احنا هاديين بنقول له حاضر ونعم وبنجريه، لكن في الصح في الغلط بنوضح له غلطه. عامل له دايما في فكره لذيذه كده، بنعمل حاجه اسمها ستيكر شطار للولد. بنجيب له اللي هو الستيكر اللي بقى في المكاتب ده، المكتبات ده، وبقول له ايه، بجيب له ورقه وبرسم له فيها بوينتس 10 نقط مثلا، بقول له كل يوم هتبقى كويس فيه وهتعمل كل اللي انت عايزه، هديك ستيكر. هتجمع ال10 هتيجي تديني الورقه دي وهتقول لي انت عايز لعبه عامله ازاي، هجيب لك مكان الورقه دي لعبه. هنا بعلمه ان هو يشتغل على نفسه، يبقى حد كويس. كل ما هيشتغل ويبقى كويس بقى هيديني دي كانها فلوس بالظبط، انا بنزل اشتري له بيها اللعبه اللي هو نفسه فيها. بكسر شويه حته لعب، ما بخشش معاه في نيجوشيشن ونقاشات كتير وزعيق وضرب كتير ومشاكل كتير. كل ما بيضايقني اقول له النهارده لو ما اشتغلتش كويس مش هديك الستيكر. اول مره هيزعق ويتنرفز ويتنطط ويتعفرط، اروح واخده اقول له تعالى نعمل تايم اوت جوه في الاوضه. قعدت شويه في الاوضه، تايم اوت مش بانش برضه، خلي بالنا من المصطلح. قعدت تايم اوت، اتنرفز وتعصب ما فهمش حاجه، المره اللي بعديها هيبقى اهدى، المره اللي بعديها هيبقى اهدى، المره اللي بعديها هيبقى اهدى. كل ما انت هتبقى هادي كل ما هو هيبقى هادي. اي طفل عنيد، اي طفل عصبي، اكيد باباه ومامته بيزعقوا له وهم فيهم عصبيه وهم فيهم عند، فالاثنين بقى بيخبطوا في بعض. اكيد هم علموه ده، هو ما جابوش من بره. يعني اي حد بيقول لنا ابني عندي بيقول لك انت كمان عندي وانت كمان عصبي، فبالطبيعي هو كده. لكن طول ما انت هادي وكنت بتتعامل بهدوء مع ابنك هو كمان هيكون هادي. الفكره زي اللي احنا بنقولها الناس دي بتاعت ستيكر الشطار دي بتعالج المشكله بشكل كبير قوي، بتهدي الطرفين حلو قوي. وانت اهدى عشان انت تكون حاجه احسن ليك. يعني لما تكون انت هادي هيكون احسن ليك وتعرف تركز مع ابنك اكتر وتربيه. للاسف الشديد وقت حلقتنا النهارده انتهى. بشكرك يا كريم جدا، نورتنا النهارده في الاستوديو. ميرسي يا اسلام، ربنا يخليك. وبشكر كل المستمعين اللي استمعونا النهارده، وبشكر كل المستمعين النهارده، واستنونا في حلقه جديده من البرنامج دي.